الخير يا ست تريزا. صباح الفل يا اسلام، اتفضل. انت فين يا ابني؟ انت يا ابني مش ناوي تسيبني في حالي؟ تصدق عيب عليك، يعني لا بترد على تليفوناتي ولا مسجاتي وكمان ما ترحبش بيا في منطقتك. رامي، انت ليه مش عايز تقتنع ان انا خلاص بطلت السكه النكسه اللي احنا كنا ماشيين فيها دي ومش راجع لها تاني؟ يا ابني لا انت اول ولا اخر واحد ابوه وامه يموتوا يا صاحبي، انت لسه شباب والحزن مش هيفضل مطول معاك كده. فك كده فك كده وارجع تاني، ارجع تاني بتاع زمان. ايه يا صاحبي؟ طب ده انا لما امي ماتت دفناها الظهر وبعديها نص ساعة شقطت حتة دي بيتي من على الانستا، ما اقولكش، وخدتها وطلعنا على الساحل وقضينا حتة دي الليلة برضه ما اقولكش، وعملنا تاني. وبعدين؟ لا بقولك ايه يا عم، فكك من شغل الحزن والاكتئاب ده، انا بتاع فرفشه وانبساط يا عم اسلام، وانت بتاعي وانا مش هسيبك، مش هسيبك برضه يا عم اسلام ده يا احلى حجر المعلم سعدون، كده كله في التمام. بالهنا والشفا معلمه. تعمل لي صينيه راحه امك. اهلا اهلا بالخفيف. عملت ايه حالتها؟ مفيش فايده برضه يا معلم. تصدق بالله وبعون الله. قول صدقت. بقول لك ايه، انا البضاعه عندي قربت تشيخ، ولو شاخت قول انا هعمل فيه ايه ولا شخرامك يا اسطى. معاك 5 جنيه لزومه ايه الكلام ده يا معلم؟ عشان تروح بيها. ماشي يا معلم. ازيك يا اسلام؟ ازيك يا ميري، عامله ايه؟ الحمد لله تمام، انت عامل ايه؟ رايحه فين كده؟ رايحه اساعد ماما شويه في الدكان. طيب بقول لك، قول لرضوى ان الدرس اللي احنا كنا رايحينه النهارده اتلغى عشان عماله اخبط عليها مش بترد. تلاقيها كانت بتصلي الظهر ولا حاجه. طيب ماشي، باي. ايه كل ده بتجيب لي الجزمه من عند رفاعي؟ اوعى يكون لسه ما عملهاش. وريني كده. يا بنتي يا ضمت، يعني انا غلطان ان انا نسيت اجيبها لك؟ شكله ضحك عليك اصلا زي كل مره. بس كده تمام. تمام فين؟ الكوتش ده عليكي ولازم نجيب غيره. حلو والله يا اسلام، حتى من ريحه بابا الله يرحمه. ايوه، يعني انت لابساه دلوقتي عشان هو من ريحه بابا ولا عشان عاجبك؟ يا اسلام انا والله مش عايزه اغرمك، انت مش شغال ولا عايز اسمع كلامي عشان تشوف شغل. ما تقلقش عليا، انا بعرف اعمل كل حاجه لوحدي. يوه، واحنا مش قلنا ما نتكلمش في الموضوع ده قبل كده؟ بعدين ابوك وامك كانوا موظفين حكومه ومعاشهم مقضي والحمد لله، وانا قاعد لك يا ستي لحد ما تخلصي الثانويه وتخشي كليه طب زي ما ماما الله يرحمها ما كانت عايزه. واللي انت عايزاه شاوري عليه بس ومالكيش دعوه. ربنا يخليك ليا يا اسلام، ما يحرمنيش منك ابدا يا رب. يلا انا هنزل بقى عشان لسه عدى على البت ميري. وانا ما قلتلكيش؟ لا ما قلتليش. بس البت ميرنا قابلت لي وانا طالع وقالت لي ان الدرس اتلغى. اتلغى؟ سايبني عمال اعرج قدامك. يا بت يا بت يا اسطى اتأخرت ليه يا اسطى؟ أنا في مصيبة كبيرة. اسمع يا دنت، انا فقت ان انا اقابلك بس عشان انت في ضيقه، وانا مهما كان شفت معاك ايام حلوه فما ينفعش ابيعك واسيبك لوحدك. أصيل يا صاحبي وسندال طول عمرك. احكي بقى وانجز كده، خش في المفيد عشان ما فهمتش من امك اي حاجه. ساعدوني. أخد مني عربيتي اللي أبويا لسه جايبها لي عشان معرفتش أوزع كمية الفودو اللي كانت معايا،
طب وانا مال اهلي بالكلام ده؟ وانا حيلتي ايه يعني عشان اساعدك؟ ايوه انت ما حيلتكش حاجه، بس انت حيلتك دماغ يا صاحبي، ولا انت نسيت؟ نسيت ايه يعني؟ نسيت؟ فاكر لما قلت لي النسوان من غير حشيش زي الحمام من غير ريش؟ انا كان مال امي. في العربيه يا سعدون. صدق بالله وبعون الله قول صدقت. انا كنت عارف ان هيجيبك يا مطريه، وانا عشان مجيتك عملت لك خاطر. انا كنت ناوي ابيع العربيه بس ما يهمنيش، ماليش نصيب فيها. ايوه بقى هي فين؟ صدق بالله وبعون الله قول صدقت. انا عارف ان انت بتفهم في الاصول، وبعدك عن المجال مش هينسيك قواعد اللعبه. تصرف لي البضاعه تاخد عربيتك فول تانك 95. البضاعه فين؟ البضاعه مكلفه عندي في البيت. طبعا يا معلم، شويه وراجع لك تاني. اتفضل يا حبيبي. ناحيه الكلام هو مش هيحلك غير لما تصرف لام البضاعه دي. انا عارف رخامه امك. طب والعمل هنصرفها ازاي دي؟ هي بضاعه قد ايه؟ يعني بتاع 20 كيلو. 20 كيلو يعني 400 كيس 50 جرام. الله يخرب بيوتكم، كل دي كميه؟ طب اسمع انا هحاول احل لك الموضوع، بس ده عشان العيش والملح اللي ما بيننا. طول عمرك سندال يا صاحبي. بس اسمع يا انت، ايه؟ تبيع بهداوه عشان لو اتمسكت هسترخص فيك بجنيه ونص حلاوه سايبه ورغي فينا ايه. اصلي يا ابو الكرم حبيبي. مش قلت لك منطقه عطشانه محتاجه اللي يرويها؟ ده ايه ده يا جدع؟ ولا كأننا دخلنا ادغال الصومال ب20 كيلو لحمه، مش مخدرات، وهوب تش طخ في 2 كلام هرسناهم. يلا يا عم هعدي. بقول لك يا صاحبي، بما ان الدنيا سلكان معاك، ما تيجي كده ترجع زي زمان. رامي، واحنا مش اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده؟ ولا انا غلطان ان انا ساعدتك؟ يا صاحبي هنطلع مصلحه. قوم اتكل على الله يا رامي. يا صاحبي خلاص يا صاحبي، ده عرض وطلب. لا عرض ولا طلب، انا اخد السنه دي ثانويه عامه ولازم اخلي بالي منها، والسكه دي انا مش راجع لها تاني. خلصان الكلام؟ خلصانه يا صاحبي. امين. شفت يا ده موهوم يا معلم الصنف بتاع اللعنه في السوق ازاي؟ اصل يا مدرسه. تعرف يا ده موهوم لو يسمحوا ببيع المخدرات كده عادي عليا الطلاق بالثلاثه. كنت عملت اعلان على كل القنوات وجبت الواد حمو بيكا، عارف يا ده؟ يا معلم يغنوا ويقولوا ايه؟ وحشش وبود من السعدونيات ورقمنا اهو نظام الالوهات. أيوة ورقمنا اهو نظام الالوهات. معلمة. هو ده اللي يتقال. اصل يا معلم. يخرب بيت امك يا عم، ايه اللي انت بتقوله ده؟ يا عم اسمع مني للاخر، البت حلوه وعجباني وداخله دماغي. وانا ايه؟ دخلك المنطقه عشان تشوف حارمها؟ انا ايه قدامك يا عم؟ قراني. قرني ايه يا صاحبي؟ يا صاحبي عيب عليك، بقول لك البت حلوه وعجباني، عجباني جدا يا عم. عندي حاجه صغيره، انت اختي في المدرسه، وبعدين عاجباك في ايه دي يا عم؟ يخرب بيت حولك. بص انا عرفت انها عايشه هي وامها وطول الوقت قاعده في البيت بتذاكر. قلت له اللي انا عايزه منك انك تشغل لي امها لحد ما انا اظبط معاها الكلام. ولا انت متاكد انت وزعت البضاعه كلها ولا بعتها لوحدك؟ بقول لك ايه، انا بامانه ورجوله ما بقتش اطيقك خالص. انت بقيت غريب، لا كاس ولا نسوان ولا حشيش. انا بقيت اخاف عليك يا صاحبي. يا صاحبي انا ماليش غيرك في الدنيا، انت اللي باقيلي، وانا عارف ان انت بتحبني، فما تعملش معايا كده. انا عشان اعجبك اسيبك تطلع للبيت وتنزل؟ بقول لك يا عم الجيران، انا اتولدت لقيته انت الست كل يوم تجيب لي صينيه اكل انا واختي. صاحبي انا هعمل معاها فوق الصح، فوق الصح وزياده. وبعدين دي مش من دينك، يعني عادي، فكر فيها كده، ها عادي.
انجاز، مش عايز تاخير يا رامي. عيب عليك. خفة في الحركة، سرعة في الأداء. ياه اخيرا شرفتني وقعدت. معلش بقى يا ام مريم، حكم القوي. الله يكون في عونك يا حبيبي. وعامل انت واختك؟ الحمد لله ماشيه يا مقدسه، البيت فاضي علينا. حبيبتي يا هدى، كانت ونعمه الاخت، كانت بتحب ابوك قوي يا واد يا اسلام. هو كمان كان بيحبها، ولا ما كانش مات بعدها يوم من الزعل عليها. بس انبسط، دول ماتوا في مكان يتمنى يموت فيه كل مسلم. الحمد لله، ربنا يرحمها. بقول لك ايه، مش محتاج فلوس؟ قول ما تتكسفش، ده انت زي ابني يا ولد. الله يخليكي، معاش ابويا وامي الحمد لله مقضي من الحكومه وهي ماشيه يعني. انت مش محتاجه اي حاجه؟ لا يا حبيبي ربنا يخليك، ابو ميري بيبعت لنا كل اللي احنا عايزينه من ايطاليا. هو ايه بقى الراجل ده مش ناوي ينزل بقى من السفر ولا ايه؟ هو حشتوش يا واد يا اسلام اختشي يا ولد. هو ينزل يربي عياله بقى. استنى انا هقوم اولع الشاي. الشاي يا اسلام. صدقوا اللي قالوا يا صاحبي، البلدي يؤكل تشكر. خلاص كده ارتحت وهديت. جيت على الاخر. البت ايه عليها امكانيات ما حصلتش. يا ابني في الام الامكانيات دي؟ انت اتعمد في نظر امك يالا. يا ابني انت ايش فاهمك انت في البنات والحاجات دي؟ انت لسه صغير يا حبيبي. ماشي يا عم خبر، اعمل حسابك بقى ان دي اول واخر مره الحوار ده هيحصل. اول واخر مره؟ لا بقول لك ايه، اتقل عليا شويه عشان ابويا اخد مني شقه الهرم. اتقل عليا سيكه كده لحد ما اراضيك وهراضيك. بقول لك ايه، انا الست كسفتني وانا بصراحه شايف ان دي مش رجوله. رجولة ايه بقى وجدعنة ايه؟ بقول لك ايه يا صاحبي، دي مش من دينك، مش من دينك يعني، عادي يعني ما تخافش عليها يعني. وبعدين انا ما بغوطش، على الهادي على عادي خالص يعني. استنى صحيح، ساعة سويسري اصلي اللي انت بتحبها، مفيش منها غير 2 في العالم، واحدة مع كريستيانو رونالدو وواحدة مع محمد رمضان. استغفر الله العظيم يا رب، قصدي في 3 عشان في واحدة مع ابو رامي. يا ابن اللعيبه، كمان قلبتها من ابوك. الغالي للغالي يا صاحبي. وعاد رمضان تكون انت من القريه اللي بقريلها لك. عيب عليك يا صاحبي، دي هدية هدية. ما قلتليش ناوي تجيلها تاني امتى؟ اخويا انت اخويا حبيب اخوك. تعرف يا اسلام، اختك رضوى دي صعبانه عليا قوي. صعبان عليا كمان والله، بس بحاول على قد ما بقدر ما اخليهاش محتاجه اي حاجه لحد ما يجيلها عدلها تروح بيت راجلها. ربنا ما يحرمكمش من بعض. تعيش يا امي ويخلي لك مريان. وعم خير، الراجل ده مش ناوي يرجع من السفر بقى ولا ايه؟ مش هيرجع عشان احنا اللي هنروح له فوق في السماء لما يجي ميعادنا اللي الرب كاتبه لنا. ايه الكلام ده؟ مش عارفه يا اسلام، مش عارفه لحد امتى هفضل مخبيه على بنتي ان ابوها مات. ما استحملش الغربه يا عيني، ما استحملش يبعد عني. ومين اللي مريم بتقعد تكلمه طول الليل بالساعات؟ بسمعها بتعيط في التليفون. عمها ملاك بيكلمها على اساس ان ابوه، بس تعرف هي قلبها. طب اهدي بس يا ستي، اهدي. والعذراء يا ابني بحاول اعوضها عن ابوها اللي مات وعن اخوها اللي ما لحقتش اجيبه عشان يقويها. تتعوض فوق. ايه ده؟ مين الشاب ده اللي نزل من عمارتنا؟ ليه كشاف النور؟ كان بيكشف على مريان ولا حاجه؟ ايه؟ قصدي بيكشف على عداد النور يعني. صباح الخير. صباح الفل، صباح النعنشه، صباح الروقان. في يا اسلام مالك؟ حاسك تعبانه بس كده. اه والله تعبانه قوي من المذاكره. مذاكره؟ ربنا هيشوف النتيجه في الاخر. ماله ده؟
والله يا ابني انا مبسوطه ان بقالك اسبوع كل يوم تنزل تقعد معايا كده. ابوك كان كل يوم ينزل يقرا الجورنال عندي هنا. الله يرحمك يا عم محمود في الجنه باذن الرب. يا رب. بيني وبينك يا مهندسه قعده البيت وحشه برضه. عندك حق، وخصوصا لما يبقى البيت ده فيه ثانويه عامه يبقى طعمه علقه. اه والله كيمياء بقى وفيزياء وكلام كده ما كناش نعرف عنه اي حاجه. ابوك وامك كانوا بيشرحوا للحاره دي كلها وببلاش. الله يرحمهم، ايامهم ما كانش حد في الحاره بياخد درس خصوصي، لكن دلوقتي بناتنا رايحين جايين على الدروس. يا رب بس في الاخر تجيب فايده. بقول لك ايه، هي رضوى اختك ما راحتش المدرسه ليه؟ هي تعبانه ولا حاجه؟ لا مش تعبانه ولا حاجه، ده حتى قالت لي انها هي وميري مش هيروحوا المدرسه النهارده ويقعدوا يذاكروا. مريم الصبح في المدرسه يا ابني. في المدرسه ازاي يعني؟ لا لا هي اكيد ما راحتش. هي اكيد فوق، تلاقيها موجوده فوق ولا حاجه. ما هي لازم تكون فوق. ازاي بقى؟ اهي جت اهي. بنت ايه؟ عليها امكانيات ما حصلتش. يا صاحبي انا هعمل معاها فوق الصح، فوق الصح وزياده. ساعة سويسري اصلي اللي انت بتحبها. بقول لك ايه، انا بامانه ورجوله ما بقتش اطيقك خالص. ربنا يخليك ليا يا اخويا، مش منك ابدا يا رب. وبعدين دي مش من دينك، يعني عادي. داين تدان لو حتى بعد سنين، واللي عملته هيبقى ليك بعدين حكمة، ويا ريتها عملت بيها زمان قبل ما راسك تدفن في الطين. عملت حب